الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حي الله هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، وأن يوفقنا جميعا لمراضيه. حقيقة أنا لم أحضر لا كلمة ولا جئت لأسمع شيخنا المبارك وأسمع منه هذه الفوائد الطيبة، ومع ذلك أغبطكم على هذه الجلسة حقيقة، يعني خاصة في مثل هذه الظروف. نرى هذا الجمع المبارك من المسلمين، خاصة شريحة الشباب، مقبلين على هذا المكان المبارك وعلى هذا الشيخ المبارك، ومقبلين على أصح كتاب بعد القرآن الكريم، ألا هو صحيح البخاري، يتدارسونه فيما بينهم. فهذه نعمة عظيمة أيها الإخوة، ينبغي أن تعرفوا قدرها وتشكروا الله عز وجل عليها. من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن نعرف سنته ونطيعه صلى الله عليه وسلم. طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام عبادة عظيمة وحق عظيم من حقوقه عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام سبب للهداية، وإن تطيعوه تهتدوا، بل طاعته عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طاعته عليه الصلاة والسلام سبب لأن يجمع المرء المطيع مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الطاعة وهذه العبادة العظيمة لا تتحقق إلا بمعرفة ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتمره العبد، وما نهى عنه عليه الصلاة والسلام فيجتنبه. وهذا لا يتحقق إلا بالرجوع إلى أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وهو ما أقبلتم إلى هذا المكان المبارك من أجله، تتدارسون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحسبون مشمولين بحديثه عليه الصلاة والسلام. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حقيقة هذا الاجتماع ومثل هذه الدروس، وليس هذا بأول بركات شيخنا المبارك الشيخ عبد اللطيف وفقه الله، وإنما كان سابقا في شوار قرنة، ثم في شمشمال، ثم في السليمانية، وإن شاء الله في مدن أخرى من بلدنا الحبيب. هذا الاجتماع في مثل هذه الظروف له معاني كثيرة، الكثير من الشباب في هذا الوقت مشغولين بماذا؟ مشغولين بالشهوات، مشغولين بالشذوذ، بالمثلية، بأعمال السكر والخمور. أما أنتم والحمد لله تقبلون على هذا الخير العظيم الذي أكرمكم الله عز وجل به. الكثيرون من غيركم يجتمعون في مثل هذه الأوقات في مجالس بدعية، احتفالات المولد وغيرها، أما أنتم فتجتمعون على السنة. والله هذا أمر عظيم ونعمة وكرامة من عند الله عز وجل، إذ ليس بعد الاستقامة على الكتاب والسنة كرامة.
أكرم وأعظم كرامة أكرمكم الله عز وجل بها أن أكرمكم بالاستقامة على الكتاب والسنة، العمل على الكتاب والسنة. فينبغي أن تعرفوا قدر هذه النعمة. غيركم يجتمعون لسرقة مقدرات البلد، أما أنتم فتركتم الدنيا لهم وأقبلتم على كتاب الله وسنة رسوله. القصد أن تعرفوا قدر هذه النعمة، هذا أولا. ثانيا، أبشركم والله ولا أبالغ إذا قلت لقد هبت رياحكم فاغتنموها. رغم ما يكيده خصوم هذه الدعوة لهذه الدعوة المباركة من كيد ومكر ليل نهار عبر الإعلام الفاسد والأكاذيب والمكر والخداع والاتهامات الباطلة والاتهامات الزائفة لمشايخ الدعوة ودعاتها وأفرادها، ولكن الله عز وجل كتب لهذه الدعوة ومشايخها القبول في قلوب الناس، والحمد لله. وخير شاهد على ذلك فضائيتكم اليتيمة في العراق هي من أكثر الفضائيات متابعة. إذاعات أهل السنة على اختلاف مشاربها ولغاتها من أكثر الإذاعات متابعة، والحمد لله، وذلك بشهادة القاصي والداني. أما رجوع الناس إلى مشايخ الدعوة والاستفسار من عندهم في مسائل الكثيرة، مسائل الطلاق والمواريث والنزاعات والخلافات، فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. فنحن بخير والحمد لله. ينبغي أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فاعرفوا قدر هذه النعمة واثبتوا عليها، واعرفوا قدر الشيخ المبارك الذي أكرمكم الله عز وجل به، واعرفوا قدره والتفوا حوله وخذوا منه، إنها لفرصة عظيمة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبتنا وإياكم ويهدينا جميعا ويجعلنا جميعا هداة مهتدين. أكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا أنسى أن أشكر جميع القائمين بإدارة هذا الجمع المبارك من طلاب ومتبرعين ودعاة وفنيين، جزى الله الجميع خير الجزاء وكتب لهم الأجور المضاعفة وجعلها في ميزان حسناتهم بإذنه تبارك وتعالى. تفضلوا، بارك الله فيكم.